السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أبطال سنة ستة عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ زي ما احنا متعودين دايما يا ولاد، نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما ننساش اخواتنا في غزة من الدعاء الصالح ان شاء الله. النهاردة ان شاء الله اول مش اول بقى، او تاني حصة للصف السادس ان شاء الله. اولياء الامور، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده تاني حصة زي ما احنا قلنا، احنا مرتبين الحصص في البلاي ليست اللي احنا عاملينها ان شاء الله. ومش بنمشي على حسب الدروس، ممكن درسين في حصة واحدة، على حسب الدرس بياخد وقت قد ايه والشرح قد ايه. تمام. ويعني الحاجة اللي ابن حضرتك ما يفهمهاش مثلا او يكون مش مستوعبها قوي، حاول حضرتك تكتبها لي في الكومنتات. احاول ايه اشرحها تاني مثلا في فيديو منفصل، او لو اعرف اتواصل مع حضرتك اشرحها لك برايفت. تمام جدا، مفيش مشاكل. تمام. تمام جدا. نخش بقى على الدرس بتاع النهارده. الدرس بتاع النهارده اول حاجه بيقول لك فيه ان هو ايه، في حاجه اسمها ميكروسكوب. ميكروسكوب، ايه الميكروسكوب ده يا مستر؟ الميكروسكوب ده يا معلم هو جهاز تم اختراعه لفحص الاشياء الصغيره. يعني ايه؟ انا دلوقتي عندي مثلا الخلايا بتاعه جسمي، زي ما احنا بندرس مثلا الخلايا بتاعه الجسم دي، هل انا اقدر اشوفها بعيني؟ تقدر تشوفها؟ تقدر تشوفها؟ تقدرش تشوفها. فمش هتقدر تشوفها بعينك. فايه اللي يحصل؟ نعمل ميكروسكوب. الميكروسكوب ده بيورينا الحاجات الصغيرة، بيورينا الحاجات الصغيرة. تمام. تمام يا مستر. بيقول لك ايه بقى؟ عندنا بقى التركيب، بقى التركيب بتاعه، واخدين التركيب عندنا. اجيب لك الرسمة بتاعته في الكتاب عشان ايه ندرسها سوا. اهو عندنا الكتاب، الرسمة بتاعته بسيطة جدا وسهلة جدا. تمام. بيقولك أول حاجة أهميته، بيقولك تساعد أجهزة الميكروسكوب المطورين العلماء لفحص إيه الأشياء متناهية الصغر للخلايا. تمام. تمام. طب وأهميته إيه برضو؟ بيقولك اكتشاف النواة من خلال فحص فحص العديد من الخلايا النباتية. تمام. يبقى هو فحص إيه العديد من الخلايا النباتية. بيقولك ملاحظة وجود كائنات بسيطة تتكون من خلية واحدة. يعني هو اصلا اللي خلانا نلاحظ ان في كائنات مكونه من ايه، من خليه واحده، وكائنات اكثر تعقيدا مكونه من عده خلايا. يبقى هو اللي ساعدنا في ملاحظه الكلام ده. تمام. بيقول لك وبما ان الخليه هي الوحده الاساسيه لتركيب جميع الكائنات الحيه، يبقى هو ساعدنا برضو على فهم ايه، ان الخليه هي الوحده الاساسيه للايه، لجميع الكائنات الحيه. تمام. طب بيتكون من ايه يا مستر؟ الميكروسكوب دوت بيتكون من حاجة اسمها عدسة عينية مكونة من فوق، ومقبض قابض رئيسي، الاسطوانة ديت هي اللي بيبقى جواها الايه، جواها الحاجة اللي بتكبر، جواها الحاجة اللي بتكبر عدسة شيئية. طب دي اتسمت عدسة عينية ليه يا مستر؟ عشان دي اللي احنا بنبص منها، طب دي عدسة شيئية ليه؟ عشان دي اللي احنا بنشوف منها الشيء. المنصة ديت هي اللي بيتحط عليها الايه، بيتحط عليها العينة اللي هيتم دراستها. تمام. ومقبض قابض دقيق. تمام. الكبير ده بيظبط الايه، بيظبط الحجم. انما الدقة بايه، القابض الصغير ايه، القابض الدقيق هو اللي ايه، هو اللي بيحددها. وعندنا حاجة اسمها ذراع. وبعد كده المرآة دي بتخلي الضوء بيخبط في العينة. تمام. مثبت للشريحة، وحاجة اسمها القاعدة. تمام. تمام. تمام يا مستر. يبقى تاني عندنا حاجة اسمها عدسة عينية، والقابض الضابط الكبير، المقبض الضابط الكبير. تمام. الاسطوانة، وعدسة شيئية. وقلنا ان العدسة العينية اسمها عدسة عينية عشان انت بتبص ايه منها. طب والعدسة العينية قصدي الشيئية، هي اللي بتبص منها على الشيء، اهو من دول العدسة العينية اهو الى الشيئية اهو. المنصة اللي بتحط عليها الحاجة، المرآة، القاعدة، مثبت شريحة، الذراع، المقبض الضابط الايه الصغير، المقبض الضابط الدقيق بقى، هو ده صغير بس هو اسمه الدقيق برضه. تمام. بيقول لك اهو لو جبنا مثلا الجزئيه دي بس ايه منها نظري، هن ايه
هنشرحها كده. بيقول لك لو جبنا ايه قطرة ماء وحطينا عليها ايه شريحة من النبات وحطيناها تحت الميكروسكوب، وجبنا نفس الكلام على ايه على عينة كائن حي، حيوان او كده، وخدنا منه برضو ايه وجهزنا منه شريحة وحطيناهم الاتنين تحت الميكروسكوب. تمام. هو بيقول لك ايه، بيقول لك طبقة رقيقة من قشر ايه الفلفل الاخضر، وهنا طبقة رقيقة من ايه من جلد الحيوان، من خلايا حيوانية، وقطارة ومية ميكروسكوب. المهم يعني ان هنا ده هنحضر ايه، هنحضر الشريحة اللي احنا هنشتغل عليها. تمام. وبعد كده هنحطها فين، هنحطها على المنصة، ونبص من العدسة العينية، بيقول لك ايه يختلف الملحوظة، لاحظنا ايه بقى، يختلف شكل الخلايا النباتية في شريحة الفلفل عن الخلايا الحيوانية في الشريحة الايه الأخرى. تمام. اللي هي الشريحة المجهزة يعني. كده احنا خلصنا الجزء بتاع الميكروسكوب. ده نظري ومبتدأ وحفظ بأكبر جزء يعني. تمام. يبقى هنحفظه شوية بس يا ولاد، عشان ايه، عشان نعرف نحل عليه. تمام. نيجي بقى نخش على الجزئية اللي بعديها، اللي هي ايه مكونات الخلية. تمام. مكونات الايه يا ولاد الخلية دي بتتكون من ايه اصلا يا مستر بقى؟ مش احنا درسنا الميكروسكوب، والميكروسكوب ده بيخلينا نشوف ايه الحاجات اللي جوه الخلية يا مستر؟ اقول لك يبقى ايه يا مستر بقى الحاجات اللي جوه الخلية دي؟ بص يا عم، عندنا الخلايا الحيوانية المعقدة دي. تمام. عندها تراكيب ايه جواها، اسمها ايه بقى؟ اسمها ايه؟ عضيات. اسمها ايه؟ عضيات. استنى، اثبت. اسمها ايه يا اولاد؟ عضيات. اسمها عضيات، مش عضو او مش اعضاء، ولا عضو ولا اعضاء، لا، عضيات. تصغير اعضاء عضيات. يعني الاعضاء دي الحاجات الكبيره زي المعده، زي الايد، زي الجلد، زي الكلام ده. تمام. انما العضيات دي الحاجات اللي موجوده جوه الخليه. تمام يا اولاد. هنيجي بقى نقول ايه العضيات دي يا مستر؟ في عضيات بتاع ده مشتركه ما بين كل الكائنات، زي النواه. النواة دي بتبقى يا مستر، النواة دي بتبقى موجودة في نص الخلية، لو رسمنا خلية كده عشان ندرس عليها. ماشي. لو رسمنا الخلية بتبقى عبارة عن كده اهو. تمام. والنواة في النص، وفي تراكيب بقى هنعرف بعد كده. تمام. ماشي. النواة ديت يا مستر بقى، خلينا في النواة دلوقتي يا مستر. ماشي. النواة دي هي ايه؟ بيقول لك يعتبر مركز التحكم لجميع عضويات الخلية. عارف الرأس المدبرة؟ عارف الراجل اللي بيفكر في كل حاجة ايه؟ عارف ست البيت الشاطرة اللي بتمشي البيت كله، هي اللي بتفكر ازاي تمشي الفلوس وتحمل عيال وتخليهم يذاكروا وتطبخ وتكنس وتروق البيت والكلام ده كله. يبقى النواة هي اللي ايه، هي المسؤولة او تعتبر مركز التحكم. ركز معايا، مركز التحكم. تمام. يبقى مركز التحكم في جميع عضيات الخلية، يبقى مركز التحكم في جميع عضيات الخلية. تمام. طب وعندنا تاني حاجة اسمها الغشاء أو غشاء الخلية. غشاء الخلية ده يا مستر ايه غشاء الخلية ده؟ يا أولاد، عارف الجزء اللي بره ده النواة هي صحيح، النواة هي اللي موجودة في النص في نص الخلية. تمام. هنا ده اسمه غشاء الخلية. غشاء الخلية ده بيقول لك ايه، بيحمي الخلية، بيحمي محتويات الخلية، يحمي محتويات الخلية.
تمام. يعني هو لو من غير الغشاء الخلوي ده هتلاقي ايه؟ تلاقي دي طلعت بره، والسيتوبلازم ده طلع بره، وهتلاقي النواه طلعت بره، فيش حد ايه، فيش حد هيمسككم مع بعض، مفيش حد هيمسككم مع بعض. تمام. يبقى ايه؟ يبقى يحمي محتويات الخليه، زائد هو اللي مسؤول عن تنظيم ايه الحاجات، الاشياء، تنظيم ما يدخل الى الخليه والحاجات اللي بتخرج وما يخرج من الخلية. تمام. يبقى تنظيم ايه؟ ما يدخل وما يخرج. عارف بواب العمارة؟ تمام. بواب العمارة بالظبط ايه هو اللي مسؤول عن اللي بيخش وبيخرج، اللي بيخش وبيخرج. تمام. بيقول لك عندنا تالت حاجة بقى اسمها السيتوبلازم. ايه يا مستر السيتوبلازم ده يا مستر؟ اسم غريب قوي يا مستر. لا ده سهل جدا. هقول لك ان السيتوبلازم ده عبارة عن ايه؟ السائل اللي داخل الخلية. شايف الحاجات ده ايه؟ سائل. عارف الميه؟ زي الميه كده بس تقيله شويه، لزجه شويه. تمام. يبقى ايه اسمه؟ السيتوبلازم. هو ايه؟ سائل داخل الخليه تسبح في العضيات. تمام. تسبح فيه الايه؟ العضيات. تسبح فيه ايه؟ العضيات زي النواه والشبكه الاندوبلازميه والميتوكوندريا وهكذا. هنعرف كل التركيب دي دلوقتي. تمام. بس في ملحوظة بقى يا ولاد، في حاجة بتختلف الخلايا النباتية عن الخلايا الحيوانية. عندنا حاجة اسمها الجدار الخلوي أو الخلوي، أو جدار الخلية، أو جدار الخلية. جدار الخلية ده موجود في الخلية النباتية فقط. فقط فقط. موجود فين؟ موجود في الخلية النباتية. موجود فين؟ في الخلية النباتية. بيقول لك بقى حاجة كمان، بيقول لك ايه؟ ان في خلايا موجودة في نفس الجسم، صح؟ يعني مثلا الخلايا الحيوانية، الخلايا الحيوانية ديت يا اولاد بيبقى اصلا جواها خلايا مختلفة. يعني ايه يا مستر؟ زي ما احنا خدنا الحصة اللي فاتت كده يا اولاد، لو انتوا فاكرين، مش احنا قلنا ان في خلايا عضلية وخلايا كرات دم حمراء وخلايا جذعية بتاعة العظم؟ يعني مثلا خلايا ايه؟ الخلايا العضلية بتبقى عاملة كده اهو، كده اهو، خلية عضلية. وعندنا برضو الخلية بتاعة كرات الدم الحمراء بتبقى مجوفة منين؟ من الداخل. مجوفة منين؟ من الداخل، وما فيهاش نواة، لا تحتوي على نواة زي ما احنا قلنا الحصة اللي فاتت لو انت مذاكر. وعندنا خلايا عظمية، تمام، بتبقى ايه؟ عارف العظمة بتاعة توم وجيري؟ تمام. بيبقى في جواها خلايا اسمها خلايا عظمية، بتبقى عبارة عن عاملة كده اهو. المهم، تمام. وعندنا الخلايا النباتية بقى. الخلايا النباتية بيبقى ليها أشكال مختلفة. بتبقى اللي في أشكال بتبقى عاملة كده، الخلية ذات نفسها بتبقى مختلفة، بتبقى عاملة كده. تمام. خلية مربعة، تحسها مربعة شوية كده. تمام تمام. يبقى ايه؟ يبقى اشكالها مختلفة وايه والكلام ده. بيقول لك اهو: علل يختلف تراكيب خلايا العضلات داخل جسم الانسان عن تركيب خلايا العظم. بيقول لك لان كل نوع من الخلايا يكون متخصص في اداء وظيفة معينة. يعني كرات الدم الحمراء وكرات الدم الحمراء والخلايا العضليه ديت هتقوم بنفس الوظيفه دي؟ لا، دي اصلا بتنقل ايه؟ بتنقل الهواء والغازات والكلام ده داخل الدم لانها بتاعت الدم، ودي اصلا بتاعت العضلات، فلازم دي تكون قويه مثلا شويه. فديت ليها تركيب ودي ليها تركيب، والخلايا العظميه ليها تركيب. تمام. يبقى كل واحد ايه؟ ليه ايه؟ ليه تركيب. تمام. نقلب الصفحه عشان ايه؟ محتاجين حاجة كبيرة. بص يا عم، ركز معاه بقى في الحتة اللي جاية دي. الحتة اللي جاية دي سهلة جدا بس عايزة تركيز. عندنا بيقولك ايه؟ تركيب جسم الكائن الحي عديد الخلية. تمام. بيقولك ايه؟ بيكون في تعقيد اكتر. زي ايه يا مستر؟ يعني مثلا عندنا خلية اهي، الخلية ده ايه مثلا؟ ماشي. الخلية ده ايه؟
جواه نواة، النواة بتاعتها عاملة كده، ماشي. دي خلية، تمام. دي أول حاجة، دي أصغر. هات القلم الجاف. أصغر، بيقول لك أسماء أصغر إيه؟ وحدة بناء، وحدة بناء للجسم، تمام. يبقى هي أصغر وحدة بناء للجسم، أصغر وحدة بناء للجسم. أما أقول لك تركيب جسم الكائنات عديدة الخلايا، عايزين نعرف دلوقتي بقى. أولا بتبقى حاجة بسيطة، بعد كده بتتعقد، صح؟ ما هي دي خلية واحدة. لما نحط خلية جنب خلية جنب خلية جنب خلية، هتلاقي إيه؟ كونت حاجة اسمها نسيج. يبقى الخلايا تكون تمام، تكون ايه؟ حاجة اسمها نسيج يا ولاد. النسيج ده بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى خلايا زي دي كتير جنب بعض كده اهي، تمام. تبقى خلايا جنب بعض، خلايا زي دي بالظبط، تمام. تمام، يبقى ده اسمه، دي اولا اسمها خلية، الخلية. هات القلم الاحمر. دي الخلية، تمام. دي اسمها ايه؟ الخلية. دي اسمها الأنسجة او النسيج. يبقى اما اقول لك النسيج بيتكون من، تقول لي ايه؟ خليه. والخليه اما اقول لك الخلايا تتكون من، الخلايا تكون ايه؟ تكون انسجه، تمام. دي مجموعه من الخلايا المتشابهه، لازم أن تكون متشابهه، لازم أن تكون متشابهه. النسيج لازم أن يكون الخلايا اللي جواه كلها متشابهه، تمام. متشابهه في الشكل والوظيفه، في الشكل والوظيفه، تمام. في الشكل وفين؟ في الوظيفة. يبقى ينفع أنسجة تكون مثلا من خلايا زي ديت وخلايا كرات دم حمراء؟ أقول لك لا، غلط، ما ينفعش، تمام. تمام. وبعد كده الأنسجة النسيج كبير يقوم متكون مع بعضه، يقوم عامل لي إيه؟ يقوم عامل لي حاجة اسمها، يبقى عامل لي حاجة اسمها إيه؟ عضو. حاجة اسمها إيه يا أولاد؟ العضو. العضو ده يا ولاد بيبقى مجموعة من الأنسجة مترابطة مع، لا ده وظيفة معينة، يبقى ايه؟ ده اسمه العضو، تمام. العضو ده بيبقى عبارة عن مجموعة من الأنسجة، تمام. مجموعة من الأنسجة، تمام. اللي بيكونوا مرتبطين معا، لا ده وظيفة، تمام. وبعد كده يا ولاد، بعد كده يقوم عامل لي كده اهو، ويقوم مكون لي جهاز هضمي. عارف الجهاز الهضمي يكون متكون عامل ازاي؟ بيبقى متكون عامل كده اهو، تمام. وادي الأمعاء الدقيقة. مش احنا خدنا الجهاز الهضمي قبل كده، صح؟ اهو، وادي، ويقوم طالع بقى أمعاء غليظة كده اهو، تمام. تمام. يطلع لنا معاه ايه؟ ده جهاز بقى بالمريء بقى بتاعه بالفم، يبقى يدينا جهاز، تمام. الجهاز ده بيبقى مجموعة من الأعضاء مرتبطة ايه؟ مع مجموعة من الأعضاء مرتبطة مع. يبقى تاني، يبقى الأنسجة تكون تكون ايه؟ عضو. والعضو مجموعة من الأعضاء تكون جهاز. ومجموعة من الأجهزة يا أولاد تدينا ايه؟ تدينا حنفي. حنفي ده بقى ايه؟ حنفي، منى، اي حاجة بقى، حمار، تمام. ادينا ايه؟ اي كائن حي عديد الخلايا، تمام. 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 تمام يا مستر. بيقول لك ايه بقى تاني؟ سؤالين اهم، سؤالين دول ركز معايا فيهم قوي. بيقول لك ايه؟ ما الأنظمة التي تحافظ على الكائن الحي عديد الخلايا على قيد الحياة؟ بيقول لك بقى ايه هي الأنظمة. مش احنا بندرس اصلا الأنظمة يا ولاد؟ عشان ما ننساش، احنا بندرس الأنظمة، ان الخلية ده نظام، والأنسجة ده نظام، ودي نظام، وعبارة عن أنظمة
كل شويه بتتعقد اكتر لحد ما توصل ايه، توصل للانسان. تمام. بيقول لك لانها تمثل مجموعه من الانظمه 5 مستويات. ايه 5 مستويات؟ يعني ايه 5 مستويات يا مستر؟ ما هو انت كل نظام بيترتب عليه النظام اللي بعده، فكل نظام بيعتبر مستوى. زي الخليه، مستوى الخليه نظام على مستوى الخليه. تمام. وبعد كده الانسجه. تمام. وبعد كده العضو او الاعضاء، يبقوا نظام على ايه، الاجهزه. ونظام على الكائن الحي كله. تمام. تمام يا اولاد. يبقى ايه؟ يبقى 5 مستويات. اما اقول لك ما هي ما هي الانظمه، 5 مستويات للانظمه التي توجد في الكائن الحي. هتقول لي الخليه، مستوى نظام الخليه والانسجه والاعضاء والاجهزه والكائن الحي ايه كله. كل دول يعتبروا انظمه. نظام الخليه والانسجه نظام، والاعضاء نظام، والاجهزه نظام، والكائن الحي نظام. عشان ما ننساش برضو تعريف النظام، هي مجموعة من العناصر تعمل معا للقيام بوظيفة محددة. الخلية جواها مجموعة من العناصر تعمل معا لأداء وظيفة محددة، فتعتبر ايه، نظام. الأنسجة تتكون من مجموعة من الخلايا مرتبطة معا للقيام بعملية، بوظيفة محددة. الأعضاء مجموعة من الأنسجة مرتبطة معا للعمل وظيفة محددة. الأجهزة مجموعة من الأعضاء تعمل معا لأداء وظيفة محددة. طب والأجهزة مجموعة من الجسم الإنسان كله، مجموعة من الأجهزة تعمل معا للقيام بوظيفة محددة. تمام يا ولاد؟ تمام. تمام. تمام يا مستر. بيقول لك علل. يختلف العضو عن العضية. قلنا العضو ده الكبير ده، انما العضية اللي هي النواة، السيتوبلازم، الكلام ده صح. صح يا مستر. يبقى ده عضو والتاني عضية، اللي هو الحاجات اللي جوه الخلية هي اللي اسمها عضية. تمام. تمام كده. ايه عندنا بقى اخر حاجة هناخدها معانا؟ هحط لك رسمة فيها الخلية. رسمة فيها الخلية. الرسمة ده بتقول ايه يا مستر؟ بتقول ان عندنا حاجة اسمها غشاء الخلية. غشاء الخلية ده احنا خدناه في الرسمة اللي فاتت. هنرسم رسمة هنا تاني عشان ندرس عليها بس. وهعمل لكم ايه الرسمة، هحط لكم رسمة في قلب الفيديو. تمام. ادي الخلية، عندنا حاجة فيها اسمها ايه، النواة. انا اكبر النواة بس ايه، عشان ايه، عشان ندرسها. تمام. تمام. وعندنا ايه تاني يا مستر؟ عندنا حاجة اسمها ميتوكوندريا. تمام. تمام. وعندنا حاجة اسمها السيتوبلازم. تمام. وعندنا الغشاء. بس انا هكمل بس بقية الرسمة. تمام. كمل بقية الرسمة عشان ايه، عشان ما الأمانة العلمية بس، عشان لو حد دخل الفيديو من الوقت ده ايه يعرف احنا بنتكلم عن ايه. تمام. عندنا بقى حاجة اسمها غشاء الخلية. ده هو اللي بره ده اسمه غشاء الخلية. غشاء الخلية ده يا مستر ايه وظيفته؟ هندرس بقى دلوقتي ايه وظيفة كل واحد فيهم. اولا بطانة خارجية للخلية. هي عاملة زي البطانة الخارجية. انا هقولهم مش هكتبهم. تمام. بطانة خارجية ايه، لان احنا قلناهم قبل كده في الصفحة اللي فاتت لو انت شاطر. تمام. يبقى ايه، بطانة خارجية للخلية. وعندها قدرة انها بتتحكم في الحاجات اللي بتدخل والحاجات اللي بتخرج للخلية. دي اسمها ايه بقى يا ولاد؟ ركز بقى معايا. دي اسمها النفاذية بالذين الاختيارية. تمام. النفاذية الاختيارية. لو عرفنا الخاصية ديت هي ايه؟ بيقول لك هي خاصية تسمح بمرور بعض الموارد خلال غشاء الخلية وتمنع البعض الآخر. يبقى ايه؟ يبقى ايه من الآخر كده؟ هو بيدخل اللي على مزاجه وبيخرج اللي على مزاجه. تمام. يعني ايه اهو قلت لك هي خاصية تسمح بمرور بعض ايه بقى الموارد من خلال
الخلية وتمنع البعض الآخر. يعني ايه برضو؟ مش احنا قلنا اللي هو ايه من الاخر هو بيدخل البعض اللي هو عايزه اللي على مزاجه، وبيطلع الايه وما بيدخلش البعض الاخر. نفاذية اختيارية، هو بيختار هو عايز يدخل ايه عنده. تمام تمام يا ولاد. عندنا بقى حاجة تانية اللي هو ايه، احنا كده خدنا غشاء الخلية. هنقول النواة. قلنا ان النواة ركز معايا، الوظيفة بتاعتها الأول إن هي إيه؟ المسؤولة والمتحكمة الوحيدة في إيه؟ في جميع العضيات. هي المسؤولة والمتحكمة في جميع العضيات. تمام. بيقولك طب تاني حاجة يا مستر، هي مسؤولة مثلا عن إيه؟ يعني مسؤولة عن إيه يا مستر؟ هي الخلايا دي أصلا بتعمل إيه؟ أول حاجة تكوين البروتينات. تمام. هي اللي مسؤولة عن، يبقى النواة تاني أهو، اكتب بس عشان الحتة دي مهمة. النواة مسؤولة عن واحد ايه؟ تكوين البروتينات. يعني مين اللي بيصدر اوامر للخليه للاجزاء العضيات الاصل؟ في عضيات هنا هنعرفها هي اللي مسؤوله عن انتاج البروتين، هناخدها برضو هناخدها، بس لسه مش عايزين نخش في العضيات التانية. يبقى هي اللي بتؤمر العضيات التانية، تقول لهم ايه يا عضيات يا تانية يا عضي مثلا يا كذا اعمل ايه؟ اعمل بروتين، فيقوم رايح عامل بروتين. طب رقم اتنين، هي المسؤولة عن الانقسام لتكوين خلية جديدة، يبقى هي المسؤولة عن الانقسام. يبقى هي بقى اللي تقول ايه امتى انقسم وامتى ما انقسمش، امتى انقسم وامتى ايه. الانقسام ده ايه اللي تقول امتى انقسم ونكون خلية جديدة، وامتى ايه ما ننقسمش. تمام تمام. هي زي ست البيت الشاطرة بالظبط. المهم بيقول لك التالت حاجة بقى السيتوبلازم. السيتوبلازم ده السائل اللي موجود جوه، السائل اللي موجود جوه ايه اهو السيتوبلازم. لازم. هما مش كلمتين، انا ما هو عشان انا هما مش كلمتين يا ولاد، عشان انا عملتها هي وغلطت. السيتو بلازم، لا هي السيتو بلازم على بعضها، يعني هما مش كلمتين. تمام تمام. بيقول لك هو سائل هلامي عامل زي الجيلي كده، بس على خفيف شويه، تسبح في مكونات الايه الخليه الاخرى، زي ما احنا قلنا برضو في ايه في الصفحه اللي فاتت. عندنا حاجه بقى تانية معلش اسمها الميتو. الميتو تمام. الميتو تمام. كوندريا. كوندر كوندريا. تاني الميتوكوندريا. كوندريا تمام. الميتوكوندريا تمام. الميتوكوندريا ها قولها 10 مرات. الميتوكوندريا. يبقى الميتوكوندريا. الميتوكوندريا دي بتعمل ايه بقى يا اولاد؟ هي مركز الطاقة. عارف محطة الطاقة؟ هي المركز الطاقة. يبقى الميتوكوندريا ده مركز الطاقة. يبقى هي مركز الطاقة فين؟ في الخلية. هي مركز الطاقة فين؟ في الخلية. فايه بيقولك فهي تمد الخلية بالطاقة التي تحتاجها. تمام تمام. يحدث بها بقى جواها انا هحط لك صورة للميتوكوندريا دلوقتي هتبقى ايه جميلة جدا انت عشان تشوفها من قريب. الميتوكوندريا بيقولك ايه بقى؟ يحدث فيها عملية اسمها التنفس الخلوي. ممكن تكون سمعت عن التنفس الخلوي ده قبل كده في سنة كام يا ولاد؟ في سنة 5. سنة 5 عشان كنت بتقول ان الاكسجين هو بيحتاج الاكسجين فين؟ النباتات من احتياجات النباتات ان هو بيحتاج اكسجين. تمام. فالاكسجين ده بيحتاجه في ايه؟ في عمليه الايه التنفس الخلوي. ممكن نكون خدنا هي ايه بقى عمليه التنفس الخلوي دي يا مستر؟ هي عمليه استخدام الاكسجين للحصول على الطاقه الكيميائيه من الطعام لتستمر الخلايا في العمل. يبقى تاني هي عمليه استخدام ايه الاكسجين. الاكسجين ليه بقى يا مستر؟ للحصول على الطاقة الكيميائية
من الطعام. تمام، من الطعام اللي يستمر الايه، اللي تستمر الخلية في العمل، اللي تستمر الخلية في العمل. تمام. تمام. يبقى دي تعريف التنفس الخلوي مهم جدا، تعريف التنفس الخلوي مهم جدا، وتعريف النفسية الاختيارية مهم جدا. اهو 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 اهو، ده هم مهمين، ده هم مهمين، ومهمين ان انت تحفظ لي ايه التعريفات بتاعت كل وظائف كل واحد. الغشاء الخلوي هو المسؤول عن ايه، الدخول وخروج الايه، دخول وخروج الموارد للخلية. تمام، عن طريق حاجة اسمها النفاذية الاختيارية. تمام. النواة هي مركز التحكم في الخلية، هي اللي مسؤولة عن تكوين البروتين والانقسام الخلية. السيتوبلازم هو السائل الهلامي اللي موجود في قلب الخلية، اللي مسؤول عن ايه، مسؤول عن الذي يسبح فيه ايه، جميع مكونات الايه، الخلية. قلنا تاني ايه، الميتوكوندريا قلنا هي مركز الطاقة. تمام. احنا خدنا كده النهاردة 4 مكونات بس منين، من الخلية. تمام. تمام. تمام يا اولاد. هناخد الحصة الجاية بقى المقارنة ما بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية، الخلية الحيوانية والخلية النباتية، وهذا ما سنعرفه في الحصة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.